لم يعد كريستيانو رونالدو مجرد نجم في المستطيل الأخضر، بل تحول إلى أيقونة عالمية في عالم المال والأعمال أيضا. قائد النصر السعودي دخل مؤخرا نادي المليارديرات بثروة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، في رقم يعكس مسيرة استثنائية داخل وخارج الملعب. ورغم أن رونالدو يتقاضى أكثر من 200 مليون دولار سنويا من عقده الضخم مع النصر، إلا أن مصادر دخله لا تتوقف عند كرة القدم فقط، إذ يملك استثمارات واسعة في مجالات متعددة، إلى جانب علامة تجارية عالمية تحمل اسمه وتدر عليه أرباحا خيالية. كما يمتلك أدون إمبراطورية عقارية ضخمة تشمل فيلات فاخرة وشققا وقصورا موزعة بين إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، إضافة إلى السعودية، ما يجعله واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم امتلاكا للعقارات حول العالم. وفي هذا السياق، كشف تقرير إعلامية أن النجم البرتغالي قرر عرض قصره الفاخر في منطقة كوينتا دا مارينيا بمدينة كشكيش البرتغالية للبيع بسعر يصل إلى 35 مليون يورو، في خطوة فاجأت كثيرين من عشاقه. وبحسب مجلة سمانا الإسبانية، يمتد القصر على مساحة 5000 متر مربع، ويضم مسبحين أحدهما داخلي والآخر خارجي يطل مباشرة على المحيط الأطلسي، إضافة إلى سينما خاصة وصالة ألعاب رياضية وحدائق واسعة ومرآب يتسع ل20 سيارة. كما أشارت المجلة إلى أن القصر سيحتوي على شاطئ صناعي خاص وملعب غولف، فيما تقدر قيمته الفعلية بنحو 25 مليون يورو. وتعود قصة القصر إلى عام 2020، حين اشترى رونالدو وجورجينا الأرض وشرع في مشروع بناء ضخم لتحقيق حلمهما بمنزل الأحلام على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12,000 متر مربع. لكن المشروع واجه تأخيرات عدة وتغييرات في الطاقم الفني، إضافة إلى بعض العراقيل القانونية التي فرضت تعديلات على التصميم. ورغم اكتمال القصر في النهاية، إلا أن سبب بيعه لم يكن مرتبطا بالمشاكل السابقة، بل بعدم توفر الخصوصية الكافية التي كان الثنائي يأمل بها، خاصة بعد فشل رونالدو في شراء الأراضي المجاورة لتعزيز العزلة والهدوء. على الجانب الرياضي، لا يزال كريستيانو يكتب فصولا جديدة من الأسطورة، إذ يواصل مطاردة حلم تسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، بعدما وصل رصيده إلى 960 هدفا، ليبقى على بعد 40 هدفا فقط من إنجاز تاريخي غير مسبوق. كما يستعد أدون لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي قد تكون محطته الأخيرة في المونديال، قبل أن يتحول الحدث الأبرز إلى خارج الملعب، حيث يترقب العالم حفل زفافه المنتظر من جورجينا رودريغيز، في مناسبة يتوقع أن تخطف الأضواء عالمياً.